اهلا بيكم. في البداية انا حابب اقول لكم انه قراءة التارو هي قدرة تحليلية كده اشبه بعلم الفراسة يعني. فاذا طلع كلامي صح واصبت فهو بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، مش بسبب قدرات شخصية خارقة ولا قدرتي على معرفة الغيب ولا نورانية او اي حاجة من الكلام ده. اوكي، ثانك يو سو ماتش. برج الثور. الو. في القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه. شوف هو احساسه ناحيتكوا ايه وشايفكوا ازاي. ايه نوايا الفترة اللي جاية بخصوص الموقف اللي بينكوا. دي تكون قراءة عامة، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها، بس اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. الطاقة بتاعة القراءة دي بالنسبة للناس ممكن تكون اوريدي حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل او لسه هتحصل. خلينا نشوف التارو هيقول لنا ايه بخصوص الموقف اللي بينكوا وبين الشريك. Please tell me what's coming forward towards Taurus regarding their situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts, feelings, actions, also intentions towards Taurus in regards to whatever is going on between them during this period of time and onward, please. Answer the questions I'm going to ask and grant me the guidance and the wisdom to clarify the answers. Give me the cards I need to see. Last shuffle. Tell me about the energy of the person on Taurus minds, please. Tell me about this person's back scenes, thoughts, feelings, actions, and intentions towards Taurus during this period of time and onward. انا شايف انه الصح ان انا ابتعد وما غيرش الستاتس كو او ما غيرش الاحداث. خلي كل حاجة زي ما هي. خليني مبتعد احسن. مفيش داعي نثير مفيش ما يدعو ان احنا نثير مشاعر ممكن تسبب خلافات اكتر. خليني كده بعيد ورسمي. مش بعيد قوي، بس خليني اقول ان هو يعني هو رسمي وبيفضل ان هو يتعامل معاكوا كده عن بعد، فاهمين اللي هو. مم. انما مفيش شك ان الشخص ده بيفكر بعقله قوي. فلما بيفكر بعقله زيادة عن اللزوم زي ما يكون ما بيقدرش ينفست مشاعر. فطالما ان هو ما بيفكرش بمشاعره، آه هتحس ان هو متعسف شوية في قراراته، مبتعد اكتر من اللازم. انما لسبب ما هو شايف انه هو ده المفروض، من وجهة نظره هو ده الصح. فأنا عندي إحساس إن الشخص ده مش قادر يرجع في الوقت الحالي، مش قادر ينفست مشاعر على الإطلاق. آه مم. يعني لدرجة إن الانرجي دي ممكن تحسسني إن الشخص ده ممكن يكون بعيد عنكوا أساسا فيزيكلي حتى. يعني هو في مكان وانتوا في مكان، يمكن عشان كده مفيش بينكوا انتراكشن أو مفيش بينكوا تداخل. احتمال بالنسبة للبعض يكون الشخص ده مسافر مثلا. الكلام بينكوا مجرد communication كده، رسايل، واتساب، حاجات كده. انما مفيش reality of the real world مش موجودة. يعني الحقيقة اللي هي اللي احنا عايشين فيها. متهيأليش ان اللي انا شايفه ان الشخص ده عايش في عالم غير العالم بتاعكم. مم. زي ما يكون بيتعامل ما بينكو وما بينه عن بعد، ريموتلي كده. anyway، خليني نشوف طيب هو احساسه ايه تجاهكم. إذا كان حصل بينكوا خلاف وما بين الشخص ده بالنسبة للسيناريوهات اللي فيها خلافات، فأنا شايف إن الشخص ده لسه زعلان، ما عندوش القدرة إن هو ياخد أي نوع من أنواع القرارات في الوقت الحالي، مبتعد، وكل اللي بيعمله إن هو
بيتعامل بطريقة رسمية، زي ما يكون بيحسسكوا ان هو زعلان. Tell me about this person's feelings towards Taurus. خلينا نشوف هو احساسه ايه ناحيتكوا الشخص ده. Last shuffle. What's this person's feelings towards Taurus, please, during this period of time and onwards? ازاي احنا مش عارفين نخرج من الخلاف ده؟ ازاي انا مش لاقي حلول للموضوع ده اساسا، لدرجة ان انا حاسس ان الخلاف ده ممكن يكون اثر على الولاد. ده اذا كان في بينكم اولاد طبعا، بينما السيناريوهات اللي مفيش فيها اولاد فالشخص ده حاسس ان الخلاف اللي بينكم ده ممكن يكون سبب ذكريات مؤلمة وساب بينكم كده حساسيات اصبح من الصعب جدا ان انتوا تتعاملوا فيها مع بعض. آم... انا شايف King of Swords reversed هنا في مشاعره، و Queen of Swords upright في ال overall energy بتاعته. فاذا كان هو في ال overall energy بيفكر في الاحداث على اساس انه انتوا بتتعاملوا معاه بشكل او باخر بطريقة ممكن تكون ممكن يكون هو زي ما تكونوا مش بتدوله الفرصة ان هو يرجع او ان هو يبين مشاعره. جايز يكون حاسس ان انتوا بتتعاملوا معاه بطريقة رسمية شوية، مش مدياله الفرصة ان هو نفسه ينفست مشاعره. فبالتالي يمكن عشان كده هو حاسس انه مفيش حاجة في ايديه ممكن يعملها. الموضوع صعب ان هو يحله. من الواضح ان في حد ممكن يكون يعني في حد ممكن يكون واخد موقف سلبي او مبتعد، والطرف التاني عنده احساس ان هو مش قادر يتعامل مع الموقف، سواء كان انتوا او هما. take it as it resonates. بس اللي انا حاسه في الورق ده انه الخلاف صعب لانه في حد زي ما يكون مصمم ان هو it's over، او ان الموضوع من الصعب الخروج منه. فاللي انا حاسه ان الشخص ده شايف ان في صعوبة حتى ان هو ياخد قرار ان هو يصلح الموقف ده، او ان هو حتى يفكر ان هو يرجع لكم. فاللي انا بستنتجه انه انتوا جايز تكونوا صادين الشخص ده شوية. جايز تكونوا خلاص شايفين العلاقة دي مش مناسبة ليكوا وحاسين انها جابت اخرها، فواخدين موقف منه. خلينا نشوف هو شايفكوا ازاي. طيب how's this person viewing Taurus, please? Last shuffle. How's this person viewing Taurus? هو شايف انه ممكن يحصل تراجع عن بعض المواقف اللي ممكن تكون سببت البعد ما بينكم وما بين الشخص ده. جايز هو عنده احساس ان انتوا بامكانكم ان انتوا تتراجعوا عن بعض المواقف اللي ممكن تكون سببت المشكلة الاساسية. What's the Chariot upright, please? Why the Chariot upright? زي ما انا توقعت الشخص ده شايف ان انتوا اللي ابتعدتوا، انتوا اللي تسببتوا في الانفصال اللي حصل اللي بينكم وبينه. فبالتالي هو شايف ان انتوا بامكانكم ان انتوا تتراجعوا عن القرار ده. بالنسبة للبعض ده ممكن يكون انفصال رسمي فعليا، فصلتوا فعليا عن الشخص ده. وهو شايف انه انتوا المفروض تكونوا verbal اكتر، يعني اللي هو تظهروا ده. انما هو من ناحيته في احساس انه القرارات اللي انتوا خدتوها دي هي قراراتكم الشخصية اللي تسببت من وجهة نظره في الاحداث اللي حصلت دي. فبالتالي هو حاسس ان هو مفيش حاجة في ايديه ممكن يعملها، الحلول كلها عندكم. انما عشان هو يحط نفسه في موقف ان هو يطلب حاجة وبعد كده اساسا انتوا اللي تسببتوا فيها، وهو يطلب ان هو يغيرها وبعد كده تقولوا له لا انا مش هغير حاجة،
الموضوع هيبقى صعب عليه. عشان كده هو عنده احساس ان هو مفيش حاجة في ايديه ممكن يغيرها، الموقف صعب عليه حتى ان هو يفكر فيه، او ان هو يحاول ياخد قرار عشان يقدر يحل الخلاف ده، لانه شايف ببساطة من وجهة نظره. طبعا جايز ده ما يكونش الواقع، اكيد انتوا عندكم اسبابكم، ممكن تحسوا ان الشخص ده كان مستهتر، ممكن تحسوا ان الشخص ده قراراته كانت كلام فارغ، ممكن تحسوا ان هو ما كانش عاطفي قوي معاكم في طريقته، ممكن تحسوا ان هو كان مبتعد، ممكن اقول فيه كلام كتير قوي. اذا كان الكلام اللي مش كويس ممكن يرضيكوا او يحسسكوا بال ان انتوا صح، بس مش هو ده الغرض. مش الغرض ان انا اشاور على الديفكتس اللي فيه، لا، انا بحاول اشوف المشكلة الاساسية ايه. فاللي انا شايفه المشكله الاساسيه ان الشخص ده حاسس ان انتوا مسؤولين عن البعد او الانفصال اللي حصل بينكم ده، فبالتالي هو زي ما يكون اللي هو you caused it you solve it، انتوا اللي تسببتوا فيه فانتوا اللي تحلوها. اوكي. طيب. آم... خلينا نشوف انتوا مشاعركم تجاه الشخص ده ايه، وليه هو عنده الشعور ان انتوا عايزين ترجعوا. Tell me about Taurus feelings towards this person, please. Last shuffle. Tell me about Taurus feelings towards this person. Okay. What's the Fool upright, please? امم اوكي. لا، انا حاسس مفيش شك ان انتوا حاسين ان النهايه اللي حصلت دي مش في مصلحتكوا قوي، او يعني مش عاجباكوا قوي، خليني اقول كده. ومش شايف ان انتوا عندكم مانع ان انتوا تدوا فرصه تانية للعلاقه دي ان هي تستمر، انما في شيء من الاعتماديه شويه على ان انتوا تدوا فرصه تانية، اللي هو كانكم بتقولوا ازاي يعني هو لو طلب فرصه تانية اوكي ممكن اديله، لانه النهايه دي ما كانتش احسن حاجه في الدنيا بصراحه. مش عارف، ده اللي انا حاسه. اللي هو كأنكم بتقولوا يعني ما نفض الاشتباك كده والألم والخلاف اللي حاصل ده ما كانش له لازمة يعني مم. فيمكن عشان كده هو حاسس ان انتوا عندكم الاستعداد ان انتوا تتراجعوا عن الموقف ده، بس لو عايزين تتراجعوا عن بعض المواقف اللي اتخذت بالعكس، يعني انا احيي جدا الشخص اللي هو لما يحس ان في مشكلة حصلت وان المشكلة دي ما كانش يجب ان هي تحصل، نتيجة لان هو رد فعله كان سريع او رد فعله كان خاطئ وقتها، احترم الشخص اللي يحس بالخطأ ويحاول ان هو يعدله. فاذا انتوا حسيتوا في وقت من الاوقات انه سبب، يعني انه مش اكيد انتوا مش سبب في كل الخلاف، انما اذا حسيتوا في وقت من الاوقات ان انتوا كنتوا السبب في ان الخلاف يتزايد، او كان رد فعلكم كان اوفر شوية لدرجة ان هو صعب الموقف اكتر، اعتقد انه تبقى حاجة كويسة قوي لو انتوا حاولتوا يعني اللي هو تتفادوا بقى الاخطاء اللي حصلت دي الفترة اللي جاية، وتحاولوا تتعاملوا معاها كده بعقل مفتوح يعني. be open minded، يعني اللي اقصده ايه، ما تتدخلوش نفسكم فكرة تحدي مين اللي هيمشي كلامه على التاني، ولا مين اللي هيرجع للتاني، ولا مين اللي هيقول ايه للتاني، او مين اللي هيحسس التاني بايه. لان لما بتدخلوا في الفريم ده او في البرواز ده محدش بيعرف يخرج منه. لو دخلتوا في برواز الكبرياء والعند مش هتعرفوا تخرجوا منه. اللي انا حاسه في الانرجي بتاعتكم ان العند اقل كتير الفترة دي، which means ان انتوا ممكن يكون عندكم الرغبة ان انتوا تستشعروا على الاقل آم، رغبته هو الشخصية، ولو حتى عن بعد كده، قبل ما قبل ما تتكلموا او قبل ما تفكروا ان انتوا تغيروا الاحداث، ممكن تحسوا كده بالشخص من بعيد اذا كان هو هيكون عنده الاستعداد ولا لا. انما اللي انا شايفه ان انا شايف ان انتوا فعليا ممكن يكون عندكم الرغبة على الاقل في يعني تفادي التصعيد،
او الرغبة في ان انتوا تلموا الدور، يعني اللي هو ما توسعوش الخلاف، ودي حاجة كويسة. انقاذ ما يمكن انقاذه مثلا، خاصة اذا كان في ولاد داخلين في الموضوع. مم. بالنسبة لبعض السيناريوهات ده ممكن يكون كان انفصال رسمي مثلا، اوكي، بس the grass is not greener on the other side، او الزرع مش اخضر قوي في الناحية التانية يعني. ف better come than never، عارفين اللي هو من الافضل ان انتوا ترجعوا احسن من لما ما ترجعوش خالص. ده مثل يعني بيقول الكلام ده. من الافضل الرجوع افضل من عدم الرجوع على الاطلاق. بعض المواقف طبعا فاهمين، حتى لو كان الرجوع متأخر، بس يعني better come late than never. لو عندكم ميعاد مثلا وهتروحوا الميعاد ده اتأخرتوا شوية، من الأفضل إن انتوا تروحوا الميعاد أحسن من لما ما تروحوش خالص. فاهمين؟ ففي حاجة شبه كده، يعني اللي هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه على الأقل. خلينا نشوف طيب، مستقبل العلاقة بينكم إيه الفترة اللي جاية، أو خلينا نشوف الشخص ده هيتصرف إزاي تجاهكم. Tell me about this person's most expected actions and intentions towards Taurus in the near future, please. Last shuffle. ده واحد متعور يعني، واخد خبطتين في دماغه وبتاع، فهو تعبان. حاسس ان هو الراجل ده حاسس ان هو جاله ارتجاج. سوري، بس ده اللي انا حاسه. انا حاسس ان هو يعني جاله ارتجاج في المخ خلاص، وزي ما يكون ما عندوش استعداد ان هو يعمل اي حاجة، ولا يدخل معاكم في معارك، ولا في خلافات، ولا يفكر ان هو يعاند ولا اي حاجة. جاب اخره يعني، من الاخر جبته للجلع ده اخره يا برج الثور. فاللي انا حاسه ان هو زي ما يكون يعني كل اللي بيفكر فيه بس ان هو يخش المستشفى. يدخل في فترة نقاهة كده وما يفكرش في اي حاجة. اللي انا حاسه ان هو بيتجنب التصعيد الفترة اللي جاية، بيتفادى التصعيد، بس مش مورالي، مش يعني على المستوى النفسي وبس، انما كمان على المستوى الشخصي. هو حاسس ان هو خلاص، انا ازاي انا مش قادر اعمل اي حاجة. انا جبت اخري في الموضوع ده. انا كل اللي انا بطلبه انه خلاص الخناقات دي تقف وكفاية على كده. فانا حاسس ان هو تحس ان هو بيبتعد شوية الفترة اللي فاتت، بس الفترة اللي جاية بس ده لان هو مرهق مجهد، مش عايز يتكلم اكتر من كده، مش عايز يتخانق اكتر من كده، مش عايز خلافات اكتر من كده، عايز يشيل من دماغه كل الكلام ده. مم. فانا اعتقد ان هو هتحسه الفترة اللي جاية دي ان هو محتاج فترة نقاهة يعني، فادوله وقته. انما انا حاسه زي ما قلت لكم في البدايه ان الشخص ده لسه موجوع منكم، وزي ما يكون بيتحسس خطاه معاكم، يعني زي ما يكون خايف يقرب لكم كده. عنده احساس ان هو لو قرب لكم هتنطحوه ولا حاجه. اللي هو يعني مش عايز يتنطح. اللي هو كل حاجه بتقولوها زي ما يكون بيفكر فيها. طب هو ايه اللي في دماغهم؟ هم بيقولوا لي كده ليه؟ هم عايزين ايه؟ حاسس بصراحة، انا حاسس ان الشخص ده خايف يعني، خايف يقرب لكم، او خايف ان المشاكل بينكم تتصاعد شوية، فانتوا محتاجين تضمدوا جراحه يعني. يا برج الثور ده واحد متعور جامد قوي. اي ده واحد فعليا واخد خبطة في دماغه، بص، ورابط دماغه ومتعور وحالته صعبة قوي. مفيش اكتر من كده. anyway، انا شايف برج القوس، برج السرطان، عقرب، دلو، تور، جوزاء، عذراء، اسد، حمل. انا قلت عقرب اوريدي.
ميزان، وقلت حمل وسرطان. دي الأبراج اللي أنا شايفها، ممكن يكون أي برج تاني بس mainly دي الأبراج اللي أنا شايفها في الورق ده. خليني نشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكوا الفترة دي من الناس اللي حواليكوا. ممكن يكون فيها رسالة أو اتنين من الشخص ده بس مش شرط. ممكن الرسائل دي تكون من أي حد تاني في حياتكوا، حد معجب بيكوا أو حد عنده مشاعر تجاهكوا. يمكن من خلال الوصف بتاع الموقف ومن خلال الأبراج اللي أنا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكم. الرسائل دي ممكن تنطبق على العلاقات القائمة أو المنفصلين أو حتى العلاقات الجديدة. Last shuffle. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Taurus during this period of time and onward in regards to ongoing relationships, separated from relationships, or even new love and new relationships? الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما في حياتكم عايز يقول لكم فيها أنا ماشي ببص ورايا لأني حاسس إن انتوا بتتجسسوا عليا. الشخص ده حاسس إن انتوا مراقبينه. أو بمعنى آخر الشخص ده عنده إحساس إن انتوا مستنيين إن هو ياخد قرار إن هو يرجع لكم. انما هو كمان فعليا حاسس ان انتوا بتراقبوه. يمكن بتراقبوه على السوشيال ميديا، بتراقبوا الواتساب بتاعه، بتشوفوا في الانستجرام هو بيكلم مين، على الفيسبوك مين الفانز بتوعه او مين الفولورز، بلا 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 كل الكلام ده. الرسالة دي جالكم من برج الجدي، برج السرطان، برج الجوزاء. مم. الرسالة التانية جاية لكم من شخص ما في حياتكم عايز يقول لكم فيها انتوا هارد ورك، يعني عايزين نعمل كل حاجة وانتوا قاعدين زي الباشا. الرسائل بتاعتكم فاني قوي النهارده بصراحة. الشخص ده عنده احساس ان انتوا مسخرينه. اللي هو مشغلينه لحسابكم يعني. اللي هو المفروض هو يعمل كل حاجة وانتوا قاعدين زي الباشا. الرسالة دي جاية لكم من برج سرطان، برج العذراء، برج الحوت. الرسالة التالتة جاية لكم من شخص ما في حياتكم عايز يقول لكم فيها اديني مستني اشوف اخرتها معاكم ايه. برج الحمل. هو مستني يشوف اخرتها معاكم ايه. برج الحمل، برج السرطان، برج القوس. خلينا نشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي بيت او من انهي برج. الغريب في الموضوع ان انتوا برج طيب جدا. برج الثور برج طيب جدا. مش عارف الناس ليه مش فاهماكوا. فعلا انا حاسس ان يعني اللي هو الناس لو يعرفوكوا يعرفوا انتوا قد ايه طيبين وقد ايه فاني. كمان برج الثور برج فاني قوي، يحب المرح ويحب الهزار ساعات بيبقى هزاره تقيل شوية. بس يعني يحب الحياة. بالعكس كمان يعني ما يشيلش من حد. هو ممكن يكون عنيد شوية بس ما تشيلوش من حد. عموما خلينا نشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي بيت او من انهي برج. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Taurus during this period of time and onward, please? البيت التاسع. اوكي. البيت التاسع عندكم هو برج الجدي. آم، وحاليا ساترن موجود في الحوت، يعني في البيت ال11. ف ruler of the ninth and the 11th. مجموعة على فكرة. اعتقد البليسمنت ده جالكوا قبل كده. واضح ان هو بيتكرر كتير عندكم في خلال الفترة دي. جايز يكون عندكم بعض التطلعات ان انت بالنسبة للبعض جايز يكون عندكم تطلعات علمية او اهداف علمية ان انتوا تاخدوا ماجستير او دكتوراه. او تدرسوا يعني تدرسوا كده higher learning او higher studies، يعني دراسات عليا.
سواء بي اتش دي او ماستر. بالنسبة للبعض الآخر ممكن يكون عندكم أهداف إن انتوا تسافروا. مم. عموما البيت التاسع بيت فلسفي قوي، بيت فيلسوفيكال كده. ف وجود زحل او ساترن في البيت ال11 عندكم ممكن يحط بعض الريستريكشنز على تطلعاتكم، على اهدافكم دي. يعني ممكن تحسوا ان الحاجات اللي انتوا عايزين توصلوا لها، ايه ده، هو مال كل حاجه صعبه كده، مفيش حاجه سهله ليه؟ ما تخلص بقى، عارفين انا عايز اعمل كذا وكذا 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 وكذا، هو الموضوع واخد وقت كده ليه؟ ساترن ما بيهزرش. خليني اكون واضح معاكم، ساترن لو هيدخل لكم في البيت ال11، لو عايزين هدف معين عايزين توصلوا له، او في تطلعات معينه عايزين تحققوها، ساترن محتاج منكم التزام كامل 24/7، يعني شغلانه 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع. اذا اديتوا ساترن اللي انا بقول لكم عليه ده، المجهود ده، هتوصلوا للي انتوا عايزينه. ويمكن ساترن في البيت ال11 عشان يحسسكم بده ان انتوا اهدافكم محتاجين توصلوا لها، اوكي؟ بس يمكن الفلسفة هي اللي محتاجة تتغير، فلسفة الوصول للاهداف وتحقيق التطلعات اللي انتوا عايزينها. جايز كنتوا قبل كده متعودين على نمط معين، ساترن موجود في البيت ال11 عندكم عشان يقول لكم لا، النمط ده it's not working، ما بيشتغلش. في حاجات تانية لازم تعملوها عشان توصلوا للأهداف اللي انتوا عايزين توصلوا لها في خلال الفترة دي، أو في خلال المرحلة المقبلة. فانتوا لازم تسمعوا الصوت ده، ما تدوروش وشكوا الناحية التانية. اوكي. انا عارف ان الفترة اللي فاتت يمكن كانت بالنسبة لكم ماليا مش احسن حاجة في الدنيا، بسبب الانرجي اللي بين ساترن وبين البيت التاني عندكم اللي هو برج الجوزاء. ممكن يكون يعني shedding the light كده، او بيلقي الضوء على اهمية آه، احداث تغيير في بعض الاوضاع الماليه عشان تقدروا تحققوا بعض الحاجات اللي انتوا عايزين تحققوها. ممكن يكون في حاجات عايزين تعملوها على سبيل المثال، بس بتتطلب ان انتوا تصرفوا فيها كتير شويه، او يكون عندكم لامسم او مبلغ مالي اكبر. ممكن ده بالنسبه للبعض يكون حاجه متعلقه، مثلا كنتوا عايزين تسافروا اجازه او حاجه زي كده، والاجازه دي هتكلفكم كتير او اوريدي كلفتكم كتير، قطمت وسطكم يعني. بس كانت حاجة انتوا عايزين تعملوها ليكوا للولاد مثلا، او ليكوا للناس اللي بتحبوهم مع اصدقائكوا، حاجة زي كده عايزين تسافروا. آه انما عموما البيت التاسع هو بيت فيلوسوفيكال قوي، بس هو وجود ساترن في البيت ال11 هو اللي ممكن يكون ملزم شوية عشان تقدروا تتعاملوا بالفلسفة المناسبة للتطلعات اللي انتوا عايزين توصلوا لها، او الاهدافكم اللي انتوا عايزين تحققوها. فانا حاسس ان ممكن يكون في شيء من التغير في الوقت الحالي في فلسفة التعامل مع المواقف والامور، ورؤيتكم المستقبلية لبعض التطلعات اللي انتوا محتاجين توصلوا لها، او الامال او الويشز اللي انتوا عايزين تحققوها. مم. فاذا كان عندكم سفر للشغل في خلال الفترة دي، حظ في البيت التاسع هيساعدكم على ان الشغل ده يكون افضل. حتى اذا كان السفر ده للفسحة او للاستمتاع، في خلال الوقت ده ممكن تنبسطوا جدا، تحسوا ان جايز تكونوا محتاجين تسافروا اساسا كده ولا كده، تغيروا جو شوية، اللي هو تخرجوا من دماغكم، تفكروا في الامور بشكل مختلف. احتمال ان السفر ممكن يحقق لكم التوازن اللي انتوا محتاجينه عشان تقدروا تشوفوا أهدافكم بمنظور مختلف، وتقدروا تحددوا النقط على الحروف، وتحطوا الخطوط العريضة للمرحلة المستقبلية. الواحد لما بيكون مرتاح بيقدر يعمل حاجات بشكل أفضل بكتير من لما بيبقى exhausted أو تعبان. أنا عايز أعرف رأي التارو إيه للحظ عندكم في البيت التاسع. Why the ninth house is the luckiest for Taurus, please, during this period of time and onward? Last shuffle. Why the ninth house is the luckiest for Taurus, please, during this period of time and onward? اوكي، انت كمان عايز تطلع؟ تعالى.
حلو قوي الورق ده. مم. فلسفة التسامح، الغفران، النسيان، تذكر الذكريات الكويسة اللي ما بينكم وما بين الناس، فلسفة الابتعاد عن الخلاف، فلسفة التصالح. انا كنت حاسس ان الكلام في البداية كان عملي شوية، يمكن انه البيت ال11 ممكن يكون بيت عملي شوية، بس اللي انا شايفه هنا انه الموضوع عاطفي كمان، او ايموشنال اكتر منه عملي بالنسبة لكم، على الاقل في خلال الفترة دي. الورق ده بيشير انه انتوا، ده بيأكد لي الانرجي اللي احنا عملناها في القراءة الاساسية. في طاقة تسامح عندكم موجودة في خلال الفترة دي، بتتطلب تقديم اعتذار او تقبل اعتذار. take it as it resonates. خدوها زي ما يناسبكم. انما الانرجي بتاعت التسامح دي، هي دي الفلسفة اللي ممكن يكون ساترن بيحاول ينجكتيو بيها او يحقنكوا بيها في البيت ال11. ساترن بيديلكوا حقنة في العضل في البيت ال11 عشان تغيروا فلسفة العند والتشبث بالرأي يمكن، وبيحاول يستبدلها في خلال الفترة دي بفلسفة التسامح والنسيان والغفران وتقديم تنازلات أو تقبل التنازلات في بعض الأوقات. عشان الحياة تمشي، عشان تقدروا توصلوا لأهدافكم وترتقوا. لأنه الحياة لما بتبقى بتستك عند مرحلة معينة، أو بتقف عند خط معين محدش يقدر يعدي ولا يروح ولا يرجع، خط النار، فاهمين قصدي؟ بيبقى صعب ان حد يوصل لهدف ابعد من اللي هو فيه اوريدي، لان في خط مرسوم. انما الاهداف بتتحقق بالمعاهدات السلمية، بالسلام، طاقة السماحة او التسامح او الحب. آم، يا وبعدين احنا في ايام مفترجة بقى، والصلح خير يعني، برج الثور. اوكي، كل سنة وانتم طيبين. انرجي حلوة قوي، بتمنى ان هي تملى حياتكم، لان الانرجي دي فيها بجد يعني. يعني لو يمكن في وسط ال 12 برج كنت متخيل ان في انرجي حلوة ممكن تطلع، فانا مش شايف انه في انرجي احسن من الانرجي بتاعت التسامح اللي طالعه لكم دي، لان دي ممكن تحل مشاكل كتير قوي. وهو فعليا تغير فلسفي. الانسان لما بيقدر يشوف الامور من منظور متسامح، حياته بتبقى اسهل بكتير. فما عندكوش فكرة ده ممكن يغير امور كتير في حياتكم ازاي بشكل غير عادي، خاصة اذا كان في اولاد involved. اوكي. اتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. كل سنة وانتم طيبين الاول. اذا حابين قراءة خاصة، الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. اذا اول مرة تشوف القراءة، لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لاكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم للبلاي ليست بتاعت الشانل. اذا حابين، في اكتر من 3000 فيديو more than welcome تتفرجوا عليهم. it's all free. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي، عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زايمن تارب شانل. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.